من 5 أوت آخر ظهور الرئيس تبون 5 أوت 4 أوت 4 أوت وين دار التكريمات، 5 أوت خرج عطلة راح الوهرن، من 5 أوت إلى 25 أوت غايب، لا برية لا تليفون. أمر غير طبيعي لم يحدث إلا أيام مرضو كنا على بالنا وراه، أو أيام بوتفليقة اللي كان مريض، ونفس الشيء دخلونا في السسبانس منا حتى نخرجنا الشاب مامي 2005 وقالنا بلي تبور على بسرية. بوتفليقة الله يرحمه قال لك راه على بسرية، كثر خير الشاب مامي. إذا هذا التقليد الأجوف، هذا التقليد الفاسد، هذا التقليد الغبي تاع هذه تاع ما عندكم ما دخلكم على تحوسوا على الرئيس. أنتم اللي خليتونا نحوسوا على الرئيس، لأنه كل الصلاحيات عند الرئيس. يا ربي شكار تحليب كي تنقص المسؤول عنه هو الرئيس. يعني المشكلة أنكم طميتوا كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية اللي إذا غاب تيمم. إذا غاب الرئيس تبون تنتهي الدولة، بالرغم من أن الرئيس تبون ليس هو الدولة. لأني أنا تكلمت أكثر من مرة نقول لكم يا ناس علينا أن نفرق ما بين السلطة النظام والدولة. المشكل أنه البعض يخلط ما بين السلطة والدولة. احنا الآن في الجزائر ما عندناش الترتيب التقليدي اللي نعرفوه في العلوم السياسية ونعرفوه في الساحة السياسية ونعرفوه في الأنظمة السياسية في العالم، اللي هو السلطة النظام الدولة. في الجزائر الآن أصبح لا يوجد نظام، أصبح يوجد سلطة ودولة. الطبقة الوسطى اللي هي النظام الذي يشمل السلطة والمعارضة غير موجود. الآن في الجزائر لا توجد معارضة، توجد سلطة فقط، وبالتالي توجد سلطة ودولة. السلطة تستحوذ على كل الصلاحيات اللي هي السلطة السياسية اللي هي رئاسة الجمهورية. الدولة مفهوم مختلف. الرئيس تبون هو السلطة نعم، ولكنه ليس الدولة. الرئيس تبون ومن معه هم السلطة نعم، وهم الذين يتحكمون في زمام الأمور نعم، ولكن ليسوا هم الدولة. لأنه لو كانوا هم الدولة لسقطت الدولة بسقوط بوتفليقة رحمه الله، لأن بوتفليقة كان سلطة أكثر من تبون. سلطة بوتفليقة وقوة بوتفليقة وهيمنة بوتفليقة على الحكم وسيطرة بوتفليقة على الحكم رحمه الله أقوى وأكبر وأعظم بكثير من سلطة وهيمنة تبون. وبوتفليقة هيمن على دواليب السلطة وتحكم في زمام الجزائر 20 سنة، ولكن عندما سقط لوحده ولم تسقط الدولة، لأن الدولة مفهوم آخر. الدولة أوسع وأكبر من بوتفليقة وأكبر من تبون وأكثر من بوضياف وأكثر من زروال وأكثر من الشاذلي وأكثر من نزار وأكثر من توفيق وأكثر من هوري بومدين وأكثر من ببلة وأكثر منهم كلهم. الدولة أكثر من الأشخاص والكيانات البسيطة. الدولة كيان عظيم أعظم من السلطة. السلطة تعتبر يعني ذرة في كون الدولة. إذن الذين يخافون على الدولة نقول لهم ما تخافوش، للدولة رجال شرفاء أحرار يتدخلون عند الضرورة. الآن نروح لكم نقطة السلطة والدولة. السلطة الحالية للأسف الشديد بفشلها وغبائها وفسادها وتهورها وغيابها، السلطة الحالية بكل عيوبها وغيابها بالنسبة لنا أرحم من المجهول الذي يحضر له دعاة إسقاط السلطة. شفتوا علاش قلت لكم أنا مع فرضية، وهذه تكلمت أنا قبل اختفاء تبون. قلت لكم أنا مع فرضية أو مع يعني فكرة بصراحة، لي فكرة لها حلين لا ثالث لهما: للحفاظ على الدولة، للحفاظ على كيان الدولة الجزائرية الذي لن يسقط بإذن الله
ما دام فيه رجال لن يسقط. أمامنا خيارين أحلاهما مر، لكن خيارين. الخيار الأول هو أن الرئيس تبون يجري تغيير جذري، ويجري شخصيا إصلاح جذري داخل السلطة الفاسدة، داخل السلطة الفاشلة، داخل السلطة التي تتمتع بميوعة. أصبحت السلطة مميعة، أصبحت فلان يترعد. رئيس تبون مخير ما بين حلين لا ثالث لهما لإنقاذ نفسه أولا، وإنقاذ الدولة ثانيا. عندما أقول إنقاذ الدولة حتى لا نضيع وقت آخر وندخل في مرحلة كذا ومرحلة كذا وتخلاط وكذا كذا. تعبنا من المراحل الانتقالية وتعبنا من المراحل أصبر أيام بعد، تعبنا بزاف. إذا الرئيس تبون أمامه خيارين لا ثالث لهما: إما أن يجري تغيير جذري ويستعين برجال دولة ويعين حكومة كوموندوس، حكومة طوارئ، حكومة إنقاذ وطني، تنقذ ما يمكن إنقاذه وتصلح ما يمكن إصلاحه. عليه أن يستعين برجال دولة ويعطيهم صلاحيات محددة طبعا، ويكلفهم بمهام كوموندوس. أنت مكلف بكذا وكذا وكذا، 3 نقاط في خلال سنة تحققهم لي، أنت 3 نقاط تحققهم لي للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة. لا، أنا لهنا، رانا لهنا، احنا رانا في واد الزيقو وفي الحراش، رانا لهنا. يقول والله أنا لاباس، أنا هايلين. ماناش هايلين، رانا في الخراء، أنا في الزيقو. إذن الرئيس تبون أمامه خيارين: الخيار الأول وهو تغيير جذري في المنظومة، في السلطة الفاسدة. التغيير الثاني وهو الأكثر يعني ممكن قسوة ولكنه منقذ، وهو الإعلان عن تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، طبعا لا يترشح لها ويشرف عليها قبل نهاية 2027. قبل نهاية 2027 انتخابات رئاسية مسبقة. حلين لا ثالث لهما: إما إصلاح جذري للمنظومة الفاسدة في السلطة وليس في الدولة. بما أنك وصلت للآخر ديال الفيديو، خلي لنا الآراء ديالك في لي كومونتير.